تيجي نعمل كفتة كده زي بتاعة الشارع، بالصوص بتاعها، بالبصل، بالفلفل، بس بقى بتكنيك البيت، بنضافة البيت، بحلاوة البيت، وبتركات البيت. يالّا معاكم مين بقى قبل ما تكمّلوا الفيديو، معاكم آية فاروق. أول حاجة هتجيبوا بصلاية واحدة بس، وهتجيبوا نُص حزمة من البقدونس هنغسلهم كويس، وبعد كده نفرمهم. هنضيف عليهم إيه بقى، ربع كيلو لحمة مفرومة. قليل أوي يا آية ربع كيلو لحمة مفرومة، لأ بس اعمليه أنتِ وهيقضّي عيلة 4 أفراد ويفيض منها. حُطّي عليهم بيضاية وحُطّي عليهم كوباية إلا ربع من البقسماط. أمّا بقى عن التوابل، بمعلقة التوابل، معلقة كبيرة ملح، دي بقى بعيديه عن معلقة عن معلقة التوابل، لأ معلقة كبيرة حلوة كده. بس ما تزوّديش الملح عشان خاطر يبقى إيه، ما تبقاش حادقة. ونُص معلقة شطة، نُص معلقة كمون، نُص معلقة كزبرة، نُص معلقة من البابريكا، نُص معلقة فلفل أسود. لو عندِك 7 بهارات حُطّي، ما عندكيش كفاية البهارات اللي إحنا حطيناها. ادّيها لفة كده في الكبة، بعد كده حُطّيها تتشمّع شوية في الفريزر. حُطّي عليها كده بعد ما تطلّعيها بعد ساعة كده من الفريزر، حُطّي عليها معلقة من الزيت وعوصي إيدِك بالزيت وابدئي صبّعيها، ما تتخّنيهاش لإنها بتفرش حاجة كده بسيطة. صبّعيها وابدئي اعملي الكمية كلّها، هتلاقيها عملت معاكِ ما شاء الله كمية كبيرة، مش كمية صغيّرة، لإن إحنا حاطين فيها بقسماط وحاطين فيها بيض وكمان عاملينها بحجم صغيّر. خلّصيهم كلّهم، بعد ما نخلّصهم هنعمل إيه، عايزة تحطيهم تاني في الفريزر ربع ساعة تمام ما فيش مشكلة، مش عايزة تحطيهم ما فيش مشكلة، إحنا حطيناهم مدة كفاية في الفريزر. هتسخّني الزيت، تحطي طاسة، هتسخّني الزيت. إيه ده إحنا مش هنعملها ببقسماط، لأ مش هتعمليها ببقسماط اصبري عليَّ بقى. بُصّوا كمية كبيرة، هتسخّني الزيت وادّيها تحميرة، أول ما تاخد اللون ده طلّعيها وابدئي اعملي بقى التحبيشة بتاعتها. هتقطّعي بصلاية وتقطّعي فلفل وتقطّعي فلفل رومي بقى وفلفل أخضر وتقطّعي طماطم، هتحطّي عليهم معلقتين من الصلصة كبار وهتحطّي عليهم نُص كوباية مَيّة. مش هتحطّي عليهم أي توابل لإن إحنا هنكتفي بالتوابل اللي حطيناها في الكفتة. إيه ده يا آية، ده إيه العك ده، بعد ما قلينا الكفتة هنحطها في الصينية كده؟ اعملي بس اللي أنا باقول لِك عليه ده بس، وبس ما تقوليليش بقى أنا كلت صوابعي بعديها. حطيهم على النار 3 دقايق وبعد كده نزّلي عليهم الكفتة اللي إحنا حمّرناها. طبعًا الكفتة لسه فيها حاجة بسيطة كده من جوّه ما استوِتش، فهي هتستوي وتتسبِّك معاهم في الصلصة. إحنا طبعًا مش هنسبِّكها لإن هي دي مش صلصة كتير، لأ، ده يعني إيه، حاجة كده سيكة تشرب بقى من الطماطم. هتغطّي عليها لمدة 5 دقايق، 7 دقايق بس هتهدّي النار. بعد كده شمي الريحة، كُليها، الصلصة دايبة، الطماطم والبصل طعمها تحفة. يا سلام بقى بالعيش ويا سلام بقى بمكرونة، يا سلام لو لايك وتعليق.